الإعلام الكبير والكاتب الكبير الأستاذ حمدي قنديل، كنت أكثر المرحبين بعودة الدكتور محمد البرادعي إلى مصر، وكنت مساندا له، وكنت جزء من الحملة بتاعته. ثم انفصلت عنه تماما بشكل مفاجئ، والبعض فهم أسباب ده والبعض الآخر لم يفهم. يمكن اللي مهتمين بالسياسة أكتر فهموا القصة. ليه فجأة خدت القرار ده رغم انك انت كنت لسه في بداية الحلم؟ شوف يا استاذ مجدي، الحقيقه انا مش عايز اقول الكلام ده، انما الحقيقه انا من اكتر الاسئله اللي بتزهقني، لانها سالت لي كتير. تمام، بس انا عايز اوصل. انا عارف، لا انا عارف، لا انكر عليك حقك في السؤال بالتاكيد يعني. هو هذا ليه؟ لانه انا مش متاجر ان انا هاجم البرادعي، يعني مش سياستي ان انا هاجم اقول مش سياستي ان هاجم البرادعي هنا وهنا كل ما اروح في مكان. فالحقيقه بدات اقتصد بشده في انتقاداتي للدكتور البرادعي رغم اقتناعي الكامل. ليه؟ لان انا مش عايز برضه احطم الحلم نهائيا. يعني انا كنت في موقف صعب جدا بين راجل علقنا عليه امال، وبلا شك كان من اهم الاشياء اللي عملها الدكتور البرادعي انه كما قيل وقتها حرك المياه الراكده، وخلى شباب ما لهمش اي علاقه بالسياسه يتعلقوا بالحلم الاحياء وقتها. لما شفت انا المساله عن قرب وكان لي ملاحظاتي الخاصه، وانسحبت من الجمعيه لان انا كنت متحدث رسمي باسمها، وكنت متحمس للدكتور البرادعي والجمعيه حماس كبير جدا، حتى اخفيت هذا الخبر ويعرفوا كل الصحفيين اصدقائنا الشباب بالذات اللي كانوا بيغطوا اخبار الجمعيه يعرفوا ان انا لم اعلن خبر انسحابي الا بعدها بشهور، لان من ناحيه كنت في موقف صعب جدا. عايز اوضح للناس اللي كانوا عارفين ان انا بايد الدكتور البرادعي ان انا لم اعد اؤيده لاسباب كذا وكذا، وفي نفس الوقت مش عايز يتحطم هذا الحلم. في النهايه على اي حال رايي في الدكتور البرادعي، الدكتور البرادعي رمز مهم من رموز التغيير في مصر لا شك في ذلك، انما رايي ايضا انه لا اعتقد انه يصلح لحكم مصر، او على الاقل انا مش هديله صوتي في الانتخابات.